أهلا بيكم في مدينة ترينتون، أحد المدن المهمة في ولاية نيوجيرسي. المدينة تم إنشائها سنة 1679 وهي أنشأت من خلال الكويكرز، وبعد كده في سنة 1790 بقت هي عاصمة ولاية نيوجيرسي. المدينة تقع في غرب وسط نيوجيرسي جنب نهر اسمه نهر ديلاوير ريفر أو نهر ديلاوير من الناحية التانية من ولاية بنسلفانيا. المدينة مكانها مهم جدا لأن هي قريبة من مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي مدينة طبعا مشهورة وكبيرة وعريقة، وهي تقع ما بينها وبين مدينة نيويورك. هي تقريبا ساعتين من نيويورك، يعني لما تسوق من عندها لغاية نيويورك تروح في ساعتين، ولما تروح منها لغاية مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا بتاخد تقريبا 35 دقيقة. المدينة ليها تاريخ كبير جدا، فيها حاجات كتيرة تاريخية. المدينة كانت من أهم المدن خلال الثورة الصناعية الأمريكية، كانت فيها مصانع ضخمة ومصانع كتيرة، كان فيها شغل كتير جدا جدا، وكانت معروفة بكلمة مشهورة بتقول Trenton makes the world takes. ليه بقى ترينتون هي اللي بتصنع والعالم كله بياخد منها؟ بعد فترة من الزمن كانت فيها ازدهار كبير جدا فيها، وكان فيها قصور وحدث جميلة وأماكن لطيفة، وكانت مزدهرة ونشيطة. حصل تطور صناعي كبير في أمريكا، بدأت المصانع اللي كانت شغالة فيها تبقى نظامها قديم وغير مواكبة للعصر. المصانع والتصنيع بدأ يخرج من المدينة شوية شوية، فبدأت تحصل هجرة عكسية من المدينة، بدأ يقل عدد سكانها، وده خلى أسعار حتى البيوت فيها تنزل بشكل كبير، وبدأ يبقى فيها بيوت كتيرة مهجورة. منها هتلاقي بيوت جميلة جدا، ويعني تعتبر أصول من أصول الطليان كانوا عايشين فيها زمان، وللأسف هي مهجورة دلوقتي وترجع ملكيتها للولاية، لأن هي طبعا نظام هنا في أمريكا لما أنت متدفعش ضرائب وتسيب بيت أو حاجة، فالولاية هي بتاخد الملكية بتاعت البيت لمرة تانية. لما تمشي في المدينة تشوف حاجات، يعني في شوارع فيها زي جرينوود افنو، الشارع دوت هتلاقي فيه مش بيوت، تلاقي قصور اغلبها مكسر، في منها مهجور. في بعض الناس بتعمل محاولات احيانا وبتعمل حاجات جديدة فيها، لكن لحد دلوقتي فيها نسبة كبيرة من الحاجات المهجورة للأسف. المدينة فيها المبنى الكابيتال بتاع الولاية، وفيها المباني الإدارية الخاصة بإدارة الولاية كلها. سكان المدينة من أغلبية من الهسبانيك أو الناس اللي بيتكلموا أسباني، والأفريكان أمريكان أو الناس السمر، وفيها تنوع تاني لكن هو أغلبهم من السكان دول. فيها نسبة دلوقتي للأسف من الجريمة مرتفعة، تلاقي فيها النظافة مش ممتازة وهكذا. للأسف طبعا المدينة وضعها اتغير بشكل كبير عن زمان. حسب المنطقة اللي انت ماشي فيها بتلاقي في أماكن فيها كتير، هتلاقي فيها بيوت صغيرة قريبة من بعض لازقة في بعض. ديت اتعملت طبعا البيوت الصغيرة ديت للناس اللي هي كانت بتساعد في الشغل وفي العمال والوظائف، غير الحاجات الكبيرة أو الأصول الكبيرة اللي كانت موجودة في الشكل العام في الأغلبية لأصحاب المصانع والإنتاج والأغنياء فيها. المدينة لغاية دلوقتي فيها حياة كبيرة، لما تمشي فيها في شوارعها تلاقي ناس، وتلاقي ناس بتمشي، وتلاقي محلات وفيها زحمة وفيها حاجات، وفي عندهم منتجات لطيفة جدا في المحلات ديت، وأسعارها تعتبر كويسة جدا مقارنة بأماكن تانية. هي المدينة كمان الضرائب فيها العقارية بالذات منخفضة، فده بيشجع ناس كتيرة ان هي تسكن فيها، لان طبعا اسعار السكن من ايجارات او ان انت لو عايز تشتري بيت او كده فيها ارخص بكتير من حتت تانية. لكن شراء البيوت بالذات فيها احيانا كتير بتبقى البيوت فيها مشاكل، لان هي تبقى قديمة وما تعملهاش صيانات من فترة كبيرة، وبسبب الضرائب بتاعتها العقارية المنخفضة فالخدمات اللي بتقدمها المدينة تعتبر مش كويسة قوي، والمدارس فيها مش بالمستوى عالي، ولكن ما زالت هي العاصمة، وما زال فيها الداون تاون بتاعت ترينتون هو مكان حيوي جدا ومهم جدا في كل المصالح الرئيسية الخاصة بالولاية كلها. المدينة اللي جنبها في ضواحي جنب المدينة ديت من الضواحي المهمة جدا. في ضاحيتين، واحدة اسمها هاملتون والتانية اسمها ايوينج او بيسموها يوينج هنا. الضاحيتين دول بيسموهم suburbs، واللي هي المناطق اللي كان عايش فيها الناس ذو البشرة البيضاء زمان، فكانت محطوط فيها بيوت جميلة وفيها نظام أحلى بكتير من المدينة، وهدوء كبير عن المدينة، ما فيهاش ناس كتيرة بتمشي، هتلاقي الناس فيها بتنام بدري، وتلاقي شكلها مختلف بشكل كبير جدا عن المدينة. لكن طبعا الضواحي ديت عشان هي معمولة بنظام أحسن
ونظام مختلف ومستوى المعيشة فيها أعلى، فتلاقي الضريبة العقارية فيها عالية جدا، بتبقى أضعاف اللي موجودة في المدينة. فعشان كده تلاقي إن الأماكن ديت أو الضواحي ديت تلاقيها فيها مستوى التعليم كويس، النظافة كويسة جدا، الشوارع أحسن، الأمان فيها عالي، والموضوع مختلف بشكل كبير عن المدينة اللي هي أصلا أساس الموضوع. تلاقي كمان إن البيوت فيها أكبر وشكل البيوت مختلف ووضعها نفسه مختلف وحالتها أحسن بكتير من البيوت اللي موجودة في المدينة. احنا في اتجاهنا لهاملتون تاونشيب اللي هي أحد الضواحي اللي جنب مدينة ترينتون. أتمنى تكون رحلة لطيفة وتكونوا استمتعتوا بيها. تحياتي لؤي العاصي.